الراديو متهالك بس صاحبه راجل سالك. تعالى معايا في دقايق معدودة أخدك في رحلة تصليحه بتكلفة بسيطة جدا وطريقة سهلة جدا. هنجيب كابل الباور ونبدأ نوصل الجهاز ونشوف الجهاز شغال ولا لأ، وزي ما انت شايف الجهاز مفهوش لمبة بيان ولا في أي حاجة، بيعتمد في تشغيله على إن هو بيطلع صوت بس. بعد ما وصلنا مفيش أي صوت طالع، هنجيب المفك ونبدأ نفك المسامير بتاعة الجهاز اللي هي أصلا مش موجودة. وده منظر الجهاز من جوه. مبدئيا كده أي جهاز في الدنيا عايز تصلحه اعرف آلية تشغيله بيشتغل ازاي، هتعرف ازاي تصلحه وتوصل للعطل بكل سهولة. الجهاز ده بيتكون بوردتين، اول بوردة فيهم دي دايرة او بوردة الباور اللي انت شايفها قدامك دي، ودي طريقة تشغيلها طريقة بسيطة جدا. وظيفتها انها تاخد الكهرباء ال 220 فولت يدخلوا على المحول اللي انت شايفه الاصفر ده، يخفضهم يخليهم 9 فولت بس بردك بيفضلوا اي سي، وبيدخلوا بعد كده على قنطرة التوحيد اللي انت شايفها قدامك دي اللي هي البوردة الصغيرة دي، تحولهم من فولت اي سي لجهد دي سي، وتخفض الجهد تخليه 6 فولت عشان بوردة الاستقبال تشتغل بأمان. دلوقتي هنبتدي القياسات عشان نعرف الدايرة دي شغالة ولا المشكلة فيها. هنظبط القافو على وضع الجهد المتردد الاي سي، ونقيس المخارج بتاعة المحول مطلعة 9 فولت. هنقلب بعد كده على الدي سي ونقيس المخارج بتاعة قنطرة التوحيد، هنلاقيها مطلعة 6 فولت. يبقى كده الدايرة دي بره التهمة. ودي الدايرة التانية اللي قلت لك عليها في أول الفيديو، دايرة استقبال الإشارة وبتترجمها وبتطلعها صوت للسماعات. هنبدأ نبص عليها ونفحصها الأول بالعين نشوف فيها مشاكل ولا لا. لحد دلوقتي بتاع الاريال بتاع الاف ام مش موجود، وبالنسبة للملف اللي فوق ده الاريال بتاع موجة الاي ام. وبعد ما فحصتها بالنظر ومشيت ورا خط التغذية وتتبعته لقيته داخل على المكثف ده، والمكثف ده بالمنظر ده. هنبتدي نحل المكثف ونغيره ونشوف الجهاز هيشتغل ولا لا. وقبل ما اغيره جبت الافوميتر وظبطته على وضع الجرس وقست المكثف، لقيت المكثف عامل شورت صريح، وهبدأ افك المكثف عشان نغيره. وبالنسبة لفك الديناصور اللي تحت ده لو حد يعرف بتاع ايه يكتب لنا في التعليقات. واحنا بنحل المكثف تعالى نعرف المكثف وظيفته ايه. المكثف هو وظيفته تنعيم وشحن وتفريغ الطاقة، عشان لو جت الموجة عالية هو يخزن في جواه الطاقة بتاعتها دي عشان ما يحصلش تشويش في الدائرة الإلكترونية، وأول ما الموجة تقل يبتدي يفرغ الشحنة اللي هو شحنها عشان الدايرة تشتغل باستقرار. وده المكثف بتاعنا اللي عامل القلق ده كله، 10 فولت 2200 مايكرو فاراد. ال 10 فولت معناها ان المكثف ده ما بيقدرش يستحمل ازيد من 10 فولت، وينفع تزود الفولت عادي، بس اهم حاجه الساعه بتاعته تبقى هي مظبوطه. انا دورت في المكثفات عندي ما لقيتش غير مكثف 25 فولت 2200 مايكرو فاراد. ابتدي اقيسه على الافوميتر واشوف الساعه بتاعته مظبوطه ولا لا. جبت الافوميتر وظبطته على وضع المكثف وابتدى يشحن المكثف، وزي ما انت شايف جايب 2200 مايكرو فاراد، يعني المكثف ده شغال 10 على 10. وهنبدا نركب المكثف. واهم حاجه خلي بالك المكثف ليه قطبيه سالب وموجب، المكان اللي عليه الخط الرصاصي في المكثف هو ده السالب، والمكان اللي متظلل في البورده هو ده السالب. تركب الخط الرصاصي في المكان اللي فيه تظليل في البورده، وبكويه اللحام والقصدير وابدا الحمه وابدا اجرب، والحمد لله اشتغل على خير. وجبت حته سلكه عشان اوصلها على الاريال، ومكان الاريال اصلا في جسم الراديو متهالك خالص ومش موجود، فانا هبتدي ابنيه بالسوبر جلو واربطه بمسمار، وان شاء الله مش هيحل تاني. انا متاكد ان السوبر جلو هيمسكه كويس وهيبقى احسن من الاول ان شاء الله. وهبتدي اقفل الجهاز واربط المسامير اللي ما كانتش فيه ونبتدي نجرب. وبعد عذاب مع الراديو عشان انا المكان اللي انا فيه ما فيهوش ارسال راديو كويس، الحمد لله لقط محطه واشتغل. ولو وصلت لحد هنا تبقى انت من الصفوة اللي بتحب المحتوى ده، فما تنساش تعمل متابعة واللايك بتاعك الجميل، وخليك فاكر دايما افهمها صلحها. سلام.